السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد والروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض ما ننساش كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا في بداية الفيديو كده حابة اقول لكم بجد انتوا وحشتوني كتير واللي انا مفتقدة جدا التصوير معاكم والفيديوهات معاكم وكده. فخلاص انا اتعودت ان انا اشارككم الفيديوهات بتاعتي. وطبعًا يعني أنا نِفْسي والله أنا إذا كان عليّا نِفْسي إن أنا أنزل لكم فيديوهات يوميًا، مش يوم آه ويوم لأ، لأ أنا نِفْسي إن أنا أنزل لكم على طول. وطبعًا أنا بقى لي فترة مقصّرة جدًا معاكم في القناة، المفروض اللي أنا أنزّل على طول في القناة وكده. بس أنا عايزاكم يعني تدعموني كتير وتدعموا القناة وتشجعوني كتير. يعني ده لكل الناس اللي متابعيني وكل الناس اللي بتحبني وتحب لي الخير، فأكيد هتعمل كده. وعايزاكم تشيروا الفيديوهات بتاعتي كتير، وعايزين بقى نوصل كده ال3000. كنت أقول لكم 3 مليون. فيا رب مش بعيد عن ربنا، إن شاء الله بيكم ومعاكم بإذن الله عيلتنا هتكبر إن شاء الله مع بعض. ويعني نبقى دايما مع بعض كده يا رب، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. طبعا النهاردة بقى الروتين بصوا يعني هنعمل كده شوية حاجات اللي هو على طول كده في السريع، يعني مش روتين طويل ولا حاجة. تمام. حطوا اللايك بقى كده ويلا بينا نشوف بنعمل ايه. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده انا نضفت الاول الشباك. طبعا انا عملت بقيه الشبابيك بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم. كنت بحاول ان انا اختصر على قد ما اقدر. وابتدأت اللي انا الم الفرش بتاع الركنه، لان انا كنت مروقه الاوض ومنضفاها. بس يعني ايه، قلت اللي انا اعملهم مع نفسي، يعني عشان انا طبعا انا مش بعمل روتينات في اوضه النوم. و... واوضه الاطفال كنت عايزه اللي انا اعملها على طول، كنت بلم الفرش منها بغير الملايات وكده. عشان يعني اشغل الغساله واغسل الفرش كله، فكنت بقى بغير فرش الشقه كلها. بس طبعا اوضه الاطفال كنت بعملها بسرعه، عشان خاطر ما كنتش عارفه اصور فيها لان عندي بناتي الاوضه دي مقفوله طول الوقت، فهم اول ما بفتح الاوضه اروقها او اللي انا ارص هدوم فيها او اي حاجه او اجيب حاجه من جوه. باحس بُصّوا أكني مدينة الملاهي اتفتحت. بيجروا يخشوا على الأوضة ويبهدلوا الدنيا. وكمان هي عشان فيها ألعاب وكده شايلاها منّهم، فبيخشوا بقى يطلّعوا كل حاجة في الأوضة. فعشان كده اختصرت يعني وقُلت اللي أنا هاعملها مع نفسي وأعمل الروتين بتاع الصلاة معاكم يعني. طبعًا أنا نفّضت كويس الرُكنة وحطيت الشِلَت. طلّعت بقى الفرش الغامق شوية ده، قُلت تغيير يعني. وفي نفس الوقت صراحة بتحفظ لي الرُكنة جدًا، يعني أنا ما باستغناش عن الفرش على الرُكنة، لإن الرُكنة طبعًا القعدة عليها، فأكتر حاجة يعني عليها هَلْك وكده. إنّما الأنتريه طبعًا أنا برضه فارشة عليه عشان لو جِه عليه اللي هو التراب الناعم ده، التراب الرخم ده اللي أنا بُصّوا زهقت منّه. على طول بالمّع في الحاجة وبعد أمّا بالمّعها يعني ما باكمّلش 10 دقايق، أبُص ألاقي برضه بقى في التراب الناعم ده تاني. ف طبعًا هنا بقى خلاص خلّصت وفرشت كده الفرشة كويس وضبّطتها كده وسويتها وباشدّها كده من الجناب. وطبعًا اللي بيخلّيها زي المسطرة كده على الرُكنة صراحة الدبابيس، يعني ده الحل الوحيد اللي أنا باثبّتها بيه. وطبعًا هي كده الدبابيس مش باينة يعني. هنا حطيت بقى المخدات كده باحطها بالطريقة دي. أكترية الوقت يعني طبعًا ما فيش حد بييجي لي، فلمّا حد بييجي لي باحطها اللي هي بالطريقة التانية اللي هي سامبوكسات كده، وباحب اللي أنا أعملها بالشكل ده جدًا يعني بيبقى شكلها أشيك. بس دي عملية أكتر عشان اللي بيقعد يسند يعني. وهنا بقى قُلت بقى اللي أنا أكنس السجادة. طبعًا أنا هاشيل السجادة دلوقتي، بس أنا كنت عايزة أشفّط أي فرافيت منها، لإن هي مشكلتها اللي هي محفّرة، فطبعًا بيخش فيها بقى أي فرافيت وكده في الحُفَر اللي فيها دي. شفّطتها كويس جدًا وشِلت أي حاجة فيها، أي فرافيت فيها. وجِبت بقى الفرشة دي مش عارفة اسمها فرشة البلاط والّا إيه. المهم جِبتها، أنا باحب الفرشة دي أكتر أصلًا من اللي أنتم تغسلوا
بالمقشه يعني. بس لما بيكون الحاجه عندي نظيفه، الفرش بيبقى نظيف، بغسل عادي بالمقشه، بمقشه كده واجمد كده بمقشه نظيفه واغسل كده جامد واجمد بيها. انما لو الحاجه عندي حاسه اللي هي لا عايزه بقى غسيل من نار وكده، لا بحب اغسل بالفرشه اللي انت شفتوها دي. كده انا غسلت كده السجاده على الناشف. يعني الموضوع ده بعمله يعني كل فتره عشان تحافظ لي على نظافه السجاد. هنا بقى برضو شفطت بقيه السجاده اللي في الارض، وهحاول ان انا الم السجاده دي، انا مش هشيلها ولا السجاده اللي تحت السفره. انا هشفط كده السجاده كويس وهلمها، لان انا كنت لسه شايلها من قريب وماسحه الشقه كلها، فمش هشيلها. اما سجاده السفره بصراحه من ساعه ما حطيتها ما شلتهاش، بلمها كده من الجناب، بلمها خالص وبقوم بقى ماسحه حواليها، لاني طبعا انتوا عارفين غلبه بقى كل شويه هشيل السفره مش عارفه اشيلها لوحدي. وكمان هي كده كده نظيفة والله، أنا عشان إيديا على طول في الشقة ومقفلة، يعني المكان نظيف يعني مش اللي هو متبهدل. عملت كده السجادة وأصلا أنا لميت السجادة دي بتاعة الأنتريه، لما لميتها المرة آخر مرة ونفضتها لقيت أصلا ما فيهاش حاجة، فعشان كده مرضتش أشيلها المرة دي عشان كنت لسه عاملاها. كده أنا كنت كده بقى يعني اللي أنا بظبط يعني بكنس الأرض وكده، بسيبها بس على المسح. هنا بقى كنت برضو شلت كده المفرش ونفضته، ولمعت كده السفرة كويس بالمرة. بصوا يعني أكتر حاجة باخد بالي منها اللي يعني الخشب أو الحاجة عليها تراب أو ابتدأ يتجمع عليه تراب، هي السفرة. الازاز بتاعها بفضل بقى كل شويه المع بيه، حاطه يعني قماشه مخصوصه كده المع بيها، قماشه ناشفه. انما دي كانت القماشه مبلوله يعني، فكنت غسلاها ومسحتها كده مرتين، لمعتها كده مرتين، هي كانت عليها تراب خفيف كده ناعم، فما كانت محتاجه تتلمع، مع ان انا عندي الجلانس بتاع الازاز وكده، ملمع الازاز، وعندي اتنين يعني. جوزي لما قلت له هات لي جاب لي، بس بكسل بقى اعمل بيه وكده. هنا بقى رجعت كده المفرش، كنت انا اصلا لسه مغيره المفارش دي من قريب، وشلت اللي كانت قبليهم وغسلتهم وحطيت دول. جيت بقى هنا كنت بوريكم عند مبرد المية ده. كنت بوريكم الزرارين دول، واحد للمية السخنة وواحد للمية الباردة. كل شوية بنتي تيجي تدوس لي على الزراير دي، مفكراها لعبة بقى، فعشان نشرب مية ساقعة، انتوا عارفين الجو حر، الاقي الزرار مطفي اصلا ومفيش مية ساقعة، ما بتسقعش، فمش عارفة اعمل فيها ايه بصراحة. اما المية السخنة بصراحة هي كده كده ليها زرار تاني امان يعني غير ده. هنا بقى انا زي ما انتوا شفتوا كده، انا طلعت طبعا السجاده اللي انا غسلتها على الناشف، حطيتها بره في الهواء، الجو هوا زي ما انتوا شايفين الستاره كانت بتروح وتيجي ازاي، فقلت احطها كده على المنشر اللي هو ايه يعني تتهوى كده شويه. وقلت اجي كده لمع البلكونه كده على السريع، قبل ما امسح يعني بقيه الشقه وكده الارض، عشان بحب ابدا الاول بالبلكونه، وبعد كده بدخل على اوضه النوم، لان البلكونه عندي طبعا في اوضه النوم، فبدخل بقى على بعد البلكونه بدخل على اوضه النوم واكمل بقى بقيه الشقه. طبعا انا لمعتها مره وغسلت طبعا الشرشوبه، وقلت ايه المعها مره تانية. طبعا هي لو متبهدله قوي البلكونه بكنسها طبعا الاول وبعد كده بمسحها، بس عشان أنا يوميا بمسحها المسحه اللي انتوا شايفينها دي، فعلى طول ايديا فيها، فعشان كده يا دوبك بتبقى محتاجه تلميع بس. هنا مسحت كده حوالين الانتريه، وجيت بقى هنا بعد ما خلصت الجزء كده اللي هو بتاع يعني نص الشقه يعتبر، فاضل بقيه الجزء التاني اللي هي اوضه الاطفال والمطبخ والجزء التاني من الصاله. فالبنات هنا كانوا صحيوا بقى في الوقت ده، وجبت لهم بقى الصب كده وشغلت لهم الاغاني الحلوه دي، عشان طبعا المناسبه بتاعه اليوم ده يوم 12/5 كانت عيد ميلاد روزي، فكنت حابه ان انا افرحها يعني.
هي روزي اهي. طبعا يا جماعه النهارده عيد ميلاد روزي، النهارده عيد ميلاد روزي. خلاص كبرت وتمت الكام سنه؟ تمت الكام سنه؟ 4. فور 4 يعني 4. يعني 4 وفي واحدة تاني. لا 5 كده، الخمسة لسه بقى ان شاء الله السنة الجاية تتميهم. انما انت دلوقتي عندك ايه؟ 2. 4. 4 عندك 4 سنين. 4 سنين. لسه صاحية من النوم روزي، انا كنت صاحية طبعا بدري عشان خاطر اخلص اللي ورايا، بس طبعا انا فاكرة من امبارح بالليل اللي النهارده عيد ميلادها، وكل يوم اصلا يعني انا عارفه العيد ميلادها يوم 12/5، عارفه اليوم ده طبعا، وعمري ما انساه، لان دي حبيبه قلبي واول ما شافت عيني يعني. فطبعا دي بنتي الكبيره البكريه بتاعتي، ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي في اختها يا رب ويحفظهم لي هما الاتنين، واشوفهم احسن الناس، واشوفهم كده حاجه كبيره يا رب، صح كده صح. يا رب. نفسك بقى تطلعي ايه؟ أنسة دكتورة. انسه، ما انت هتبقي انسه ان شاء الله. انت نفسك تطلعي ايه بقى؟ دكتورة. دكتوره يعني؟ نفسك تطلعي دكتوره؟ اه ماشي ان شاء الله. قولي يا رب. يا رب. ادعي يلا، ارفعي ايدك لفوق، قولي يا رب. يا رب. يا رب. طبعا لاول مره اللي احنا ما نعملهاش حاجه السنه دي وكده، عشان طبعا النهارده يوم الاحد، فطبعا مش يوم اجازه، وكان باباها اخر يوم ليه امبارح، فان شاء الله برضو مش هينفع نفوت النهارده اليوم كده. بس انا حبيت اللي انا افكركم عشان كلكم بقى تكتبوا لها في التعليقات كل سنه وانت طيبه يا روزي يا حبيبه قلب ماما ونور عين ماما، ويا رب دايما كده اشوفك سعيده في حياتك، واشوفك احسن بنت في الدنيا انت واختك يا رب، اللهم امين. تحققي اللي نفسك فيه دايما، وتكوني احلى بنوته في الدنيا يا رب. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، وكل سنه وانت معانا ومغلباني كده دايما. ان شاء الله هنعمل لها عيد ميلاد، هنعمل لها ان شاء الله، هنفاجئها مش بعيد قوي يعني، هنفاجئها ان شاء الله عن قريب كده، بس انا مش هقول لكم بقى عشان ما احرقلكوش، سيبوها بظروفها. طبعا هشارككم كل حاجه هنعملها باذن الله. ويلا بقى عايزه تقولي حاجه يا روزي؟ تقولي ايه؟ قناه وفعلوا الجرس. متنسوش بقى يا حبايب قلبي تفرحوها كده مؤقتا بقى لغايه ما نفرح كلنا مع بعض، لان طبعا انا متعوده اللي انا اعمل لها حتى لو حاجه بسيطه. السنه اللي فاتت برضو لما تمت ال3 سنين كنا جايبين لها تورته كده صغنونه، وهي نزلت اختارتها بنفسها، وبرضو يعتبر اول عيد ميلاد شاركته معاكم، كنا عاملينه على الضيق كده انا وباباها بس واختها وبس. اهم حاجه اللي احنا ما كناش عدينا اليوم كده، كان لازم اللي احنا نفرحها برضو ونبسطها وتختار التورته بتاعتها، وجبنا لها بلالين. طبعا الفيديو ده موجود على القناه، فطبعا ان شاء الله هنشارككم حاجات حلوه كتير جايه باذن الله. احنا قلنا كده نهيص معاكم شويه بما انها اللي هي صحيت، فكنت عايزه افاجئها النهارده عيد ميلادها، لاني انا لما جيت سالتها بقول لها النهارده ايه، قالت لي انا مش عارفه يا ماما. قلت لها انت مش فاكره يعني النهارده ايه؟ قالت لي انا مش عارفه يا ماما. قلت لها النهارده عيد ميلادك. طبعا الاستاذه ايلين عايزه اسلم عليكم اهي. عماله تفرك طبعا برضو لسه صاحيه، فلسه ما سرحناش ولا عملنا اي حاجه منكوشه، اهي زي ما هي. سلمي بقى عليهم يا لولي، سلمي عليهم، قول لهم ازيكم يا اصحابي، علي صوتك، قول لهم ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ كويسين؟ انتوا كويسين؟ كويسين. هي بالعافيه بالذوق هتبقوا كويسين. قول لهم حطوا اللايك، حطوا اللايك كده، حطوا اللايك واشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه في النانا. لا لازم بعد النانا دي تشتركوا فعلا في القناه عشان ما نزعلش الاستاذه ايلين. كل سنه وانتي طيبه يا روزي. شاطره، برافو يا لولي. طيب قولي بقى لاصحابك حاجه، قولي لهم يلا، قولي لهم وحشتوني قوي قوي.
أبي قد الايه؟ أدي قد الدنيا. الدنيا. الله، برافو. سقفي يلا، سقفي يلا، برافو. تعملي ايه يا روزي؟ تعملوا ايه؟ نعمل أكل. تعملوا اكل على طول كده؟ على طول كده بهدلنا الدنيا، مش صابرين لغايه اما ماما تقعد شويه كده. الدنيا نظيفه. لازم تبهدلوا الدنيا وتفرشوا اللعب دي كلها. ما احنا لوحدنا. طيب العبوا واقعدوا ساكتين مع بال ما اخش اعمل لكم رز بلبن بقى. الزبلبة. اه خلاص. ماشي. ما تبهدلوش الشقه. ماشي. خلاص. انا بقى اعمل اكل. خلاص هنا بقى كنت خلصت خلاص. هطفي بقى الانوار بس كده. وهقفل بقى الانوار بس كده. وهندخل بقى ايه نعمل. يلا باي. هسيبكم بقى واروح اعمل رز بلبن. خلاص. طب سيبيني اعمل الاكل. خلاص اعملوا الاكل. انا عملت رز. انا عايزه اقول لكم اللي الارنوبه دي بتاعتي وانا صغيره. رز بلبن. والاستاذه روزي هنا عامله رز بلبن اهي زي ماما. ده انت ايه ده، انت هتعملي احسن من ماما كمان. يلا العبوا. طيب وانت يا ايلين بتعملي ايه؟ لا لعب بالميه. لا لعب بالميه لا. يلا العبوا بقى وخليكم شاطرين. مش عايزه اسمع صوت حد فيكم. خلاص. طب ما تشيليش اللعب فوق تاني. شيلها في اي حته. ايه؟ شيل اللعب في اي حته. حاضر. يلا باي يا ايلين. باي الين. لا انت تقولي لي باي يا ماما. باي يا ماما. باي. باي يا ماما. يلا انا هطفي النور شويه لا ما تسفيش النور. اهو. لا ما تسفيش النور. هسيب لكم النور ده بس.